موسم انتقالات نادي الزمالك. هل الزمالك قدر ان هو يدعم التدعيمات الجيده؟ هل الزمالك محتاج ان هو يدعم اكتر من كده؟ هل الزمالك قدر ان هو يتغلب على المشاكل اللي كانت موجوده؟ هنتكلم في الفيديو ده عن تدعيمات نادي الزمالك وعن موسم انتقالات نادي الزمالك حتى الان. فالله اعمل لايك للفيديو واعمل سبسكرايب للشانل عشان يجيلك دايما كل جديد. يلا بينا. اتكلمنا في فيديو قبل كده عن انتقالات النادي الاهلي وقلنا ازاي ممكن نشوف قائمه الفريق ونقدر نقيم انتقالات في قائمه الفريق. قلنا ان الفريق فيه 11 مركز، كل مركز 3 لاعبين، 33 لاعب ولاعب كمان في حراسه المرمى، يعني بنتكلم في 34 لاعب. انت عندك القائمه تقدر تسجل لغايه 35 لاعب، 30 لاعب فوق السن وخمسه تحت السن. تعالوا نبدا كده بحراسه مرمى نادي الزمالك. الزمالك امن حراسه المرمى عنده ببقاء محمد عواد، محمد صبحي في حراسه المرمى، كده اتنين موجودين. محمود الشناوي اللاعب الشاب، الحارس الشاب اللي لعب في نهايه الموسم اللي فات، والحارس عمر عبد العزيز. وبالتالي على مركز حراسه المرمى الزمالك مش محتاج تدعيم، عنده 4 حراس. الباك رايت عمر جابر في الباك رايت، رجع احمد محمود من نادي الجونه، واحمد محمود من اللاعبين الكويسين جدا والواعدين، وكمان المتلوتي بيلعب في المركز ده، وكمان سيد نيمار بيلعب في المركز ده، فيعتبر مركز الباك رايت في الزمالك هو مش محتاج اي اضافه. الباك ليفت الزمالك جاب 2 لعيبه، جاب محمد حمدي من انبي على سبيل الاعاره، جاب محمود بنتايج من سانت ايتيان، وكمان عنده اللاعب الشاب حسن ابو المعاطي في مركز الباك ليفت، وباضافه كمان لقيد فتوح في حاله انتهاء ازمته. وبالتالي الزمالك حتى على مستوى الباك ليفت كمان مع مد القيد، فتره القيد فادت الزمالك جدا 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 انه يامن مستوى الباك ليفت. السنتر باك الزمالك عنده 6 لاعبين في السنتر باك، بس تعال نشوف مستواهم. حمزه المتلوتي سنتر باك مكمل مع نادي الزمالك في المركز ده، كان بيأديه بشكل جيد جدا. حسام عبد المجيد من اللاعبين اللي كويسين جدا في مركز السنتر باك ولاعب منتخبنا الاولمبي، بيأدي بشكل كويس جدا. محمود الونش بعد عودته من الاصابه هيأمن المركز ده بشكل كويس جدا. عندك 3 اسماء، الزناري الى حد ما هو افضلهم، ولكن عندك اسمين انا شايفهم بعاد الحقيقه، احمد الرفاعي الشاب الموجود واحمد مجدي الشاب الموجود، انا شايفهم بعيد. يمكن المركز ده شويه ان انا اقدر لو اجي اقيمه في نادي الزمالك اقول خط الدفاع، الباك رايت والباك ليفت تدعيمات جيده جدا، ولكن المركز السنتر باك اعتقد كان محتاج لاعب محلي كمان عشان نديله 10 من 10. حراسه المرمى هديها 10 من 10، خط الدفاع اديله 8 من 10 حتى الان، لان الزمالك مازال محتاج سنتر باك مع الاسماء اللي قلتها عشان يقدر يبقى يضيف على قائمه الزمالك في المستوى الافريقي خاصه يعني. طيب تعال نشوف بقى وسط ملعب نادي الزمالك. عندنا في مركز 6 3 لاعبين، عندنا دونجا، عندنا زياد كمال، وعندنا محمد السيد لاعب الشاب. فاحنا خلينا نقول الاثنين اللي موجودين التقال، عندنا دونجا وعندنا زياد كمال. ما اقدرش اقول ان زياد كمال لاعب تقيل او لاعب انه يقدر اقول انه يضيف على قائمه الزمالك في المركز ده، ولكن هو بيملى القائمه. انا شايف ان دونجا هو اللاعب الاساسي في مركز 6، وممكن محمد شحاته ما بيأدي في المركز ده بيأدي وبيزوده كويس جدا. وبالمناسبه برضه محمد شحاته بيأدي في الباك رايت، في مركز الباك رايت. وبالتالي يمكن المركز ده شويه هدي انه الى حد ما كان ممكن محتاج تدعيم برضه بلاعب محلي شويه في مركز وسط الملعب، وده برضو ما شفتوش. مركز 8 الزمالك عنده وفره كبيره في المركز ده، احمد حمدي في حاله عودته من بعد عودته من الاصابه، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، وكمان سيف جعفر في حاله عدم خروجه. الزمالك ممكن يبقى عنده الاضافه اللي تديله في مركز 8 مع وجود كمان شحاته زي ما ذكرت في الاسماء اللي موجوده، وبالتالي ومع برضو وجود سيد نيمار يقدر يأدي في المركز ده. فالمركز ده برضو الى حد ما مركز 8 الزمالك عنده لعيبه كويسه جدا، ولكن انا شايف ان مركز 6 هو اللي كان شويه محتاج تدعيم بلاعب برضو محلي. فبالتالي هدي تدعيمات الزمالك في وسط ملعب نادي الزمالك هديها برضو 8 من 10، ان الزمالك كان محتاج حد في مركز 6 يقدر يفيد الفريق في المركز ده. طيب مركز الجناح، عندنا مركز الجناح اللاعب البولندي مشلاك اللي الزمالك جابه او ميشا، ده تدعيم جيد شويه يعني جيد لحد كبير في مركز الجناح. مصطفى شلبي مكمل، سيد نيمار موجود، زيزو شيكابالا وايش ومحمد عاطف، دي الاسامي اللي موجوده في مركز الجناح. فيعتبر كده لاعب واحد بس الزمالك مدعمه اللي هو مش ميشا اللي هو اللاعب البولندي. اعتقد ده تدعيم الى حد ما جيد مع وجود زيزو مع وجود مصطفى شلبي، ولكن انا شايف ان زيزو مصطفى شلبي وميشا ال3 اسماء دول هم اللي هيكونوا موجودين، بقيه الاسماء هيكونوا بعاد جدا. يعني شيكابالا عامل السن برضو مؤثر،
ايشو ومحمد عاطف وسيد نيمار ما اعتقدش هيكونوا اضافه كبيره، وبالتالي الزمالك كان محتاج جناح كمان. يعني في اسماء موجوده، الزمالك مدعم باسماء او مفقود اسماء مكتوبه، ولكن الزمالك كان برضو محتاج جناح كمان مع الاسماء دي. فبالتالي برضو هدي حتى الان للتقييم لانتقالات نادي الزمالك برضو في الجزء الجناح ادي حتى الان 7/10. مركز المهاجم يمكن من اكتر المراكز اللي الزمالك يمكن دعم فيها. الزمالك عنده سيف الجزيري في مركز المهاجم، عمر فراج اللاعب الفلسطيني تدعيم جيد في مركز الهجوم، حسام اشرف وعودته من الاعاره تدعيم في الهجوم، ناصر منسي اسم موجود في القائمه، سامسون اكينيولا اسم موجود في القائمه، وسيدي نداي اللاعب السنغالي الشاب اسم مضاف للقائمه. وبالتالي الزمالك عنده 6 اسماء في مركز المهاجم، واحد بس اللي بيلعب، واحد بيلعب دكه في كل مباراه. فلو قلنا ان سيف الجزيري هو الاساس وعمر فراج دكه، وقلنا حسام اشرف، وبالتالي الزمالك حتى يمكن سيدي نداي هو تدعيم للقائمه، ولكن حتى لو سامسون اكينيولا مشي، ناصر منسي مشي، فالزمالك ستيل عنده من ال6 اسامي لو 2 مشوا فهو عنده الى حد ما خط هجوم جيد. ما نقدرش نحكم على الاسماء اللي موجوده سواء كان عمر فراج او سيدي نداي، ولكن على مستوى الاسماء الزمالك يعتبر دعم الهجوم او خط او المهاجم تدعيم جيد جدا، وبالتالي ندي مركز المهاجم في الزمالك 10/10. طيب موقف قائمه الزمالك بالكامل ندي الموسم الانتقالات ايه قياسا لظروف الزمالك الحاليه، وقياسا لوقف القيد والغرامات وفتح القيد والكلام ده كله. انا ادي موسم الزمالك 7/10. اتكلمت على التقسيمه بتاعت السكورنج او تقسيمه الدرجات اللي انا اديتها، ادي موسم الزمالك 7/10 او 8/10 لموسم الزمالك في الانتقالات حتى الان وفقا للامكانيات الماديه. كان هيبقى افضل بكتير في رايي في حاله خروج زيزو، والزمالك استفاد ماديا بفلوس خروج زيزو، كان هيقدر يدعم بقيه القايمه بعناصر جيده، ولكن الزمالك، اداره الزمالك وجمهور الزمالك فضل الابقاء على زيزو. يمكن يكون ده قرار صح، يمكن يكون غلط، في رايي حتى الان انا شايفه قرار غلط. كان ممكن يبقى يستفيد بالفلوس في تدعيم بقيه المراكز، ولكن طالما هو بقى والزمالك قدر يدعم بقيه المراكز واستفاد بمد القيد، وبالتالي ادي الزمالك 7 أو 8/10. اللي خليني كمان ادي السكور ده مش زي ما اديت الاهلي سكور اقل، ان الزمالك المنافسات بتاعته اقل بكتير من منافسات الاهلي داخلها. الزمالك عنده ايه؟ الزمالك عنده سوبر افريقي قادم، عنده دوري محلي، عنده سوبر محلي، عنده كاس مصر، عنده كونفدراليه افريقيه، غالبا السوبر الافريقي في الموسم الجديد في 9 اللي جاي، وبالتالي هيبقى خلاص فترتين قيد فتحوا. وبالتالي الزمالك تدعيماته الى حد ما انا شايفها جيده جدا قياسا للمنافسات اللي الزمالك هيدخلها، وقياسا للموسم الماضي والمشاكل اللي كانت موجوده من الموسم الماضي. اكتبوا في الكومنتس مين من اللعيبه اللي انتوا كنتوا شايفين المفروض يدعموا قائمه الزمالك، ايه المراكز اللي الزمالك محتاج لسه يدعمها لغايه يوم 30 اللي هي يوم نهايه القيد الافريقي قبل دوري المجموعات كونفدراليه ودوري ابطال، وبعد كده عندنا الدوري القيد المحلي مستمر ل 25 او 27 اكتوبر. اكتبوا لنا المراكز اللي انتوا شايفين الزمالك محتاج تدعيم فيها، ومين المراكز اللي انتوا شايفين هتكون اضافه كبيره للزمالك في الموسم اللي جاي، وهل تتفقوا مع الدرجه اللي اديتها اللي هي 7 او 8/10 ولا شايفينه اكتر ولا شايفينه اقل. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للشانل عشان دايما يجيلكم كل جديد. اشوفكم في حلقه جايه جديده. السلام عليكم.